الإحساس بالآخر، empathy. الإحساس بالآخر ده عنوان حلقة النهاردة من برنامج رمضان بيطورنا. أهم وأكتر درس واضح لينا من رمضان هي الحاجة اللي بنحس بيها كل يوم، هو موضوع الإحساس بالآخر، عن طريق إن إحنا مش قادرين نأكل ومش قادرين نشرب، فبالتبعية إحنا نحس بالفقير اللي مش قادر يأكل نفسه، مش قادر يأكل عياله، ومش قادر يشرب، ومش قادر يبقى عنده النعمة بتاعت إن هو لما يبقى عاوز يأكل لانه يستنى ناس تسلفه حاجه، يستنى ربنا يفتح عليه برزق من هنا، يستنى انت تعدي تديله حاجه، الكلام ده كله. الدرس ده مهم قوي، بس لو بصينا له بصة الجوع والشرب والراجل الفقير هتبقى نظرة محدودة قوي. اللي احنا عايزين نعمله بقى النهاردة ان احنا نمسك الدرس ده ونشوف ازاي نطبقه على حياتنا بالكامل. الامباثي او الاحساس بالاخر او وضع نفسك في الاخر ده اساس اي حد بيسموه جود كوميونيكيتور. الشخص اللي بيعرف يتواصل مع الناس بطريقه فعاله هو الشخص اللي بيقدر يحط نفسه في مكانهم، لانه بالتبعيه بيقدر يفهم اللي عايزينه واللي عايزين يقولوه ونيتهم ايه، وده بيخلي ردود اكثر فاعليه، وردود ليها اللايكليهود بتاعتها او احتماليه ان هي تؤثر اعلى بكتير. ليه؟ لان انا لما يجي حد قدامي متضايق ومخنوق وعمال بيزعق، وانا كل اللي شايفه المنظر اللي قدامي وبنتقد الاسلوب اللي هو بيستخدمه، مش هيتجنن اكتر. بس لو جيت ترب كلامي، انا حاسس بيك، انا مقدر جدا، انا لو في مكانك كنت برضو اتضايق، انا لو حصل الموقف ده معانا مش عارف كان ممكن اعمل ايه، فانا حاسس بيك فعلا وعارف اللي انت حاسه دلوقتي. انت هنا بتفعل درس الاحساس بالاخر، بتفعل درس الامباثي، وبالتبعية بعد كده اللي هتيجي تقوله بقى ايا كان هيبقى فعال. طيب بس معلش ممكن حضرتك بس تستناني هنا، انا هعمل كذا 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 ونساعدك وهكذا. فده درس صغير من الدروس اللي ممكن نعملها. مش بس كده بقى، خد ده طبقه على كل حاجة في حياتك. خد طبقه على ابوك وامك لما يجوا يتخانقوا معاك ويقولوا لك ما تعملش كده، ولا ما تقعدش على البلاي ستيشن، ولا ما تنزلش على القهوه. الامباثي هنا والاحساس بالاخر هنا مش ان انت تقول يوه انتوا بتخنقوني، لا، انت تحاول تحس بيهم، هم جايين منين، ايه الدافع بتاعهم، وده هيخليك تتفهم ان الراجل ده اللي بيزعلك وبيحبك، والست اللي بتحاول تخنق عليك وعايزه تاخد منك البلاي ستيشن ولا عايزاك ترجع من القهوه دي بتحبك ونفسها انك تنجح. فهتلاقي ردودك ليهم بيختلف تماما. فرق كبير بين ان انا عارف ان الشخص اللي قدامي ده بيحبني بس اسلوبه مش احسن حاجة، وبين ان انا حاسس ان الشخص قدامي ده مش طايق يشوفني سعيد. فرق من السماء والارض. فهنا الامباثي ده لو طبقناها نفس الكلام مع صحابك اللي حواليك. هتلاقي برضو في مواقف كتير بتحصل لو بصيت وحطيت نفسك مكانه هتلاقي نفسك لا انا حاسس بيه، انا حاسس هو ليه اتضايق، انا حاسس هو ليه حس بكده، انا حاسس هو ليه اتخنق من اللي انا عملته ده. وده هيخليك تروح طريقه اعتذارك وطريقه تصحيحك للموقف هتبقى مختلفه تماما. فرق كبير بيطلع ايه يا عم انت بتزعل ليه يا عم وبتاع، وتبقاش قموص كده وبتاع. في فرق كبير وبين ان انا فكرت في الموضوع وحسيت فعلا انا لو مكانك كنت اتضايق لان الكلمه اللي قلتها قدام الناس دي ما كانتش حلوه، ما كانتش ظريفه، فانا جاي اعتذر لك وعايز اقول لك ان دي ما كانتش نيتي، بس انا برضو لما فكرت حسيت فعلا ان الموضوع ده كان ممكن ياثر. زي انت بتعمل حاجه اسمها اكنولجمنت للفيلينج بتاعتهم. انت ما بتحسسهمش انتوا مجانين، لا، انت الاحساس اللي انت حاسه ده احساس صحيح، والاحساس ده انا لو مكانك كنت ممكن احسه. فانت يعني او بادئ زي بدء بتقول له في التواصل ان انت تمام، ما فيكش اي مشكله، انت مش مجنون. اللي بعد كده بقى انا بصحح الموقف ان انا هغير كذا وكذا وكذا. ودي عمرها ما هتيجي من غير من غير الاحساس بالاخر، من غير الامباثي. فبصينا نشوف الدرس ازاي ربنا بيعلمنا في 30 يوم حس بالاخر. بس ربنا مش هيعلمك في 30 يوم ان هو بقى يحرمك من كل حاجه، هو بيحرمك من حاجه، والمفروض احنا علينا التفكر وازاي نشوف احنا نطبقها ازاي في كل حاجه من حياتنا. خد الامباثي وخد احساسك بالناس وحط نفسك مكانهم في كل المواقف، وهتلاقي حياتك كلها اختلفت، وبالذات بالذات بالذات في التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا، اشوفكم الحلقه الجايه.